خلطه المحشي الصح اللي هي اعمل كده الاقي بصوا الصاج تحت نضيف والخلط. السلام عليكم. كان فضل من ربنا مش شطاره مني لما قدرت احقق نجاح بخلطه المحشي والمحشي اللي انا كنت بطلعه، لان امي الله يرحمها كانت دايما تقول لي يا ياسمين الست الشاطره تبان من خلطه المحشي بتاعتها، اللي هي ايه بقى؟ ما تنقطش منها وهي بتحشيه، وان انت تعملي كده في الصينيه او في الصاج بتاعك تلاقي الخلطه كلها مليانه صلصه بالشكل ده والصاج من تحت سايب علامه. رحمه الله عليها، ربنا يجعل مسواها الجنه، هي اللي علمتني كل حاجه. ندعي لها كلنا بالرحمه. وتعالى اقول لكم ازاي كانت بتعلمهاني خطوه خطوه ان شاء الله باذن الله، وبعد ما تجربوها هتدعوا لها بجد والله، عشان ما شاء الله انا مشهوره في العيله وفي شغلي كله بخلطه المحشي بتاعتي زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بصوا الرز، بصوا يعني بصوا المنظر اهي. احلى لايك لاحلى ياسمين في الدنيا، وشير بالله عليك الفيديو دوت، ويلا نصلي على الحبيب المصطفى ونحط لايك للفيديو دوت يا بنات، وبالله عليكي شير للناس كلها. تعالى اقول لكم ان المحشي بالذات بيحب يجمع دايما ما بين البصل الاحمر والبصل الابيض، وده كان كلام امي الله يرحمها. هنا تعالى اقول لكم كمان معلومه مهمه جدا، ان المحشي والمكرونه يعني صلصه المحشي وصلصه المكرونه بيحبوا البصل الكتير. هنا ما ينفعش يتخرط على ايدينا نهائي، ولازم نفرمه في الكبه، ولما تفرميه كمان تفرميه فرم ناعم، يعني تفرميه فرم ناعم وما تقلقيش. هفرمه بقى في الكبه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين فرمه، هوريها لكم كمان دلوقتي اهي. بصوا يعني انا عايزاها تبقى الحجم ده، لا منها تبقى باينه قوي في المحشي وكده واحنا بناكل، ولا منها تكون ميه خالص علشان هتوه وسط الصلصه. بصوا فرمه يعني بالشكل ده، انا حبيت اوريها لكم. اجيب بقى زيت كتير كده، وزي ما انتم عارفين عني ان انا بحب اخدع المحشي او المكرونه في الصينيه. اسمعي من اختك وبصي هتعيشي عمرك كله تدعي لي والله على الخلطه دي. اعملوا صلصه المكرونه وصلصه المحشي في صينيه مش في حله، ويا ريت كمان تكون واسعه. حطيت البصل وحطيت زيت كتير، طبعا البصل ورايا كان بيتحمر. الطماطم دي انا طحنتها بحوالي بق بس كده من الميه، يعني اوعي تحطي ميه اساسا، ولو عندك الهاند بلندر اعملي بالهاند بلندر، بس عشان ده مش متوفر عند الناس كلها فانا بقول لك اهو. في الخلاط حطيت الطماطم وبق ميه صغير جدا بس لمجرد ان هي تلف، اوعي تكتري الميه، ويا سلام بقى لو ما حطيتيش ميه خالص. هنا كنت طحنتها بتتصفى يا ياسمين، لا ما بتتصفاش، بصوا بالطفل بتاعها وكل حاجه، بس نطحنها طحنه مبرحه بقى كده زي ما انتم شفتوا كده. نيجي بقى البصل بتاعنا في نص ما هو بيتحمر بالشكل ده، لازم 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 انزل بمعلقه من الملح. ليه يا ياسمين ما حطيتهاش في البدايه؟ كان هيدبل جدا معايا جوه الزيت وما كانش هيتحمر ويبقى محرمش. انا عايزه البصلايه تحرمش بالشكل ده. ما شاء الله الملح لما بينزل عليها بيصفي ميتها وبيخليها كمان محرمشه قوي. بصوا الطماطم كانت تقيله جدا زي ما انتم شايفين، نزلت على البصل. اول ما بدا في الغليان نزلت بمعلقه من السكر ومعلقه من الملح، وحطيت كيس من صلصه الطماطم بس الكاميرا ما جابتهوش. الناس اللي بتبقى عايزه المحشي يكون مش حراق قوي تحط الشطه والصلصه بتغلي، واللي عايزه المحشي يكون حراق جدا بتحط الشطه قبل ما تلف المحشي. هنا بدات بالصلصه معايا ان هي تبدا في الغليان، وبعد ما غليت شويه رحت موطيه عليها. عايزه اقول لكم والله فعلا ما خدتش معايا ربع ساعه واتسبكت، وكان نفسي اسيب الكاميرا مفتوحه عشان تصدقوا. التسبيك في الصينيه يا بنات بيفرق جدا. هنا انا هحط شبت وبقدونس وكزبره، بس نكتر الكزبره شويه عن الشبت. امتى يا ياسمين ان انت تفصلي العين، تفصلي النار عن الصلصه؟ لما الاقي الادام، كانت امي الله يرحمها تقول لي الادام بتاع الصلصه طلع على الوش، وان احنا نعمل خط كده بالمعلقه ونلاقي الزيت بدا ينزل وما تسيبش، بصوا ما ينزلش ميه بالشكل ده. اللهم بارك والله بجد فعلا كل الخطوات اللي قلت لكم عليها دي بما يرضي الله. ولسه الاسرار معانا برضو ما خلصتش. نحط الخضره على الصلصه وهي سخنه مولعه جدا؟ لا، ده اللي يتحط الرز. ناس كتيره هتخش تعترض وتقول لي انت بتحطي الرز من غير غسيل. هستسمحك لو سمحتي، ده شيء يرجع لي انا بحط الرز من غير غسيل. انا بعمل الوصفه بتاعتي كده، وبرضو بقول لك انت طبعا ليكي حريه الاختيار كست بيت شاطره والله واجدع مني. اغسلي الرز، خديه شطفه بس صفيه كويس جدا من الميه على قد ما تقدري. الرز دوت لازم يقعد في الصلصه بتاعته مش اقل من نص ساعه. ياسمين ليه انت ما حطيتيش السمنه مع الزيت؟ لا، السمنه يا بنات لما بتتحط على الصلصه كده وهي والرز بعد ما بتخرج صدقيني بتدي طعم تاني. طب انا ما عنديش سمنه بلدي، احط زبده صفراء، ولو ما عندكيش زبده صفراء احط سمنه علب. في النهايه بتديني النتيجه الخطيره اللي انتوا هتجربوها وتشوفوها. امتى بقى ياسمين احط الخضره احطها بعد ما الرز يشرب من الصلصه على الاقل نص ساعه. والافضل من ده كله ان صلصه المحشي تقعد على الاقل
يشتغل 3-4 ساعات. ايه ده يا شيخة 3-4 ساعات؟ والله هفضل برضو احلف لكم طول الفيديو اقول لكم جربوا الطريقه دي. انا حطيت فلفل اسود و7 بهارات من بتاعه الشيف ياسمين، وكمان حطيت شويه من الكزبره الناشفه ورشه من النعناع. الصلصه دي انا قبل ما احشي المحشي بتاعي انا قعدتها بالظبط ما يقرب من حوالي 4 أو 6 ساعات. بصوا ما شاء الله بقت معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ياسمين ممكن نبيتها في التلاجة جدا، ده انا عايزه اقول لك التغذيه دي تقعديها في التلاجة من 2 ل3 ومش هتحمض، مستحيل تحمض. حطيها في الرف الاخير اللي هو بيسقع قوي فوق الادراج، وممكن تخزنيها في الفريزر، لا الرز هيطلع مكسر للاسف ومش هيبقى حلو. لكن ممكن تقعد في التلاجة، تقعد في التلاجة مفيش اي مشكله. بالله عليكي لو استفدتي فعلا من الفيديو دوت حطي لي لايك حلو وشير للفيديو ده، وليه في الكومنتات عايزين وصفات العيد اللي جاي تكوني